لكن المدرس بتاعي مهما كنت بحبه او مهما كنت بثق فيه ما ينفعش ان انا ان انا اسمع كلامه في اي حاجه. ان هو يقول لي تعالى مثلا نروح كذا اروح معاه، او ان انا مثلا يقول لي تعالى اقلع البنطلون اعمل كده. مفيش الكلام ده. مش معنى ان انا بحترم المدرس انا بحب جده. عمه بحب عمه، بس كل واحد له مساحه معينه لازم اخد بالي منها وابقى فاهم كويس جدا. ليه؟ لان بابا قال لي قبل كده، يقول لك اصل انا زي بابا، اصل انا مش عارف فاهمه هنا اصلا. لا مفيش الكلام ده. مفيش حد زي بابا ومفيش حد زي ماما. في حادثه حصلت، الحادثه دي احنا بنتكلم في كل اجتماع كده عن حاجه حصلت مشابهه احنا ممكن نتعامل معاها في حياتنا اليوميه ازاي. انت في سنه كام يا هنا؟ وانت ياسين؟ ثانية اعدادي. وانت حمزاوي؟ في ثالثه ابتدائي. بنتعامل كل يوم في المعهد بتاعنا. وانت يا دودو؟ تمام. وانت يا يونس؟ خلاص احنا عامه بس خلاص. لا نسمع بقى. كل واحد فيكم بتعامل كل يوم سواء في المعهد او في المدرسه مع مين؟ مع عامل نظافه او فراش او حد بيبيع حاجه في الكانتين او مدرس، صح كده؟ والكابتن كذلك او المواصلات. اللي انا هحكي لكم عليه ده حصل في مدرسه كبيره، ان في بعض العمال اللي موجودين فيها اتحرشوا بالاطفال. يعني ايه اتحرشوا؟ الكلام ده لازم تبقى فاهم ان اي حد بيتعامل معاك له حدود معينه. انا كأب لازم افهمك برضو الموضوع ده بتعامل معاه ازاي. كانوا بياخدوا الاطفال بعيد عن كاميرات المدرسه ويبداوا يعملوا فيهم حاجات وحشه. الحاجات الوحشه دي ان هو يلمس حاجات في مناطق في جسمه ما ينفعش يلمسها، ان هو يقلعه مثلا سيل بنطلون ويبدا يشوف جسمه، حاجات زي كده. كل واحد انت بتتعامل معاه في اليوم هو بالنسبه لك له حدود معينه. يعني الكابتن بتاعك له حدود ان هو يمرنك يفهمك التمرين، لكن ملوش حدود يا هنا ان هو يلمس ايه؟ جسمك يا حمزه، او ان هو يمسك بنطلونك، او ان هو يقلعك مش عارف ايه، او ان هو يقول لك اشوف جسمك. كل الكلام ده مرفوض تماما. ولازم تيجي تقول لي ان ده حصل. الكلام ده لو حصل من اي حد لازم تيجي تقول لي. نفس الكلام المدرس بتاعك له نطاق معين في التعامل معاه. هو مثلا بيسالك عن واجب ممكن يعاقبك عليه، يتكلم معاك يفهمك يوجهك، يعني ممكن يعنفك شويه بسبب انك انت عملت حاجه غلط في الفصل. لكن المدرس بتاعي مهما كنت بحبه او مهما كنت بثق فيه ما ينفعش ان اسمع كلامه في اي حاجه. ان هو يقول لي تعالى مثلا نروح كذا اروح معاه، او ان انا مثلا يقول لي تعالى اقلع البنطلون اعمل كده. مفيش الكلام ده. مش معنى ان انا بحترم المدرس، لحظه يا يونس، مش معنى ان انا بحترم المدرس او بحب الكابتن بتاعي او هو راجل كبير راكب جنبي في المواصلات ان انا اسمع كلامه. لا، الكلام ده مرفوض تماما. كل واحد بسمع كلامه بيكون في نطاق التعامل معاه، فاهمني؟ المدرس بتعامل معاه في حاجه معينه بسمع كلامه فيها، الكابتن بتعامل معاه في حاجه معينه بسمع كلامه فيها. الراجل اللي قاعد راكب جنبي في المواصلات حط ايده على رجلي هنا ممنوع تماما، وازعق واقول ده عمل كذا وبتاع وما اسكتش وما تحركش وما بقاش مخضوض ان ده حصل. لا، في ناس وحشه، في ناس وحشه. الوحشين دول ممكن يكونوا معانا في كل مكان. ممكن يكون حد قريبك، ممكن يكون حد بالنسبه لك مثلا ايه بيقول لك اصل انا زي بابا، اصل انا مش عارف فاهمه هنا اصلا. لا مفيش الكلام ده. مفيش حد زي بابا ومفيش حد زي ماما. لا عمه بقى ولا خاله ولا مش عارف ولا جد ولا اي حد، كلهم حلوين. جده انا بحب جده، عمه بحب عمه، بس كل واحد له مساحه معينه لازم اخد بالي منها وابقى فاهم كويس جدا. ليه؟ لان بابا قال لي قبل كده انك انت كل الناس حواليك لهم حدود معينه في حياتك. ما ينفعش ايا كان حد فيهم يقول لي اعمل حاجه زي كده، ممنوع تماما. ان هو يشوف جسمي او يمسك جسمي او يلمسني او احس ان هو بيحضني وبيبوسني من بقي، او كل الكلام ده غلط. مفيش حد بيعمله، فاهمني؟ مفيش حد بيعمله خالص. وطب لو حد عمله اعمل ايه؟ اعمل ايه يا حمزه؟ اجي اقول، ما تكسفش ما تحركش ما اخافش من بابا او ماما، اجي اقول لهم على طول. طب لو حصل معايا في مواصلات او في مكان عام اصرخ وانده للناس واعمل حاجات زي كده. خلاص كده؟ الكلام ده هيحصل، وارد يحصل. طب نتصرف معاه ازاي؟ زي ما قلت. اخاف؟ ينفع اخاف من بابا؟ خلاص ينفع اخاف من بابا؟ ينفع اخاف من ماما؟ مستحيل. مفيش الكلام ده كله. لو خفت منهم يبقى الشخص الوحش ده هيعمل معايا اكتر، وهيقعد يقول لي ده انا هكهربك او اضربك او اقول لبابا او اقول ما تخافش. خليه يقول اللي يقوله مهما كان ومهما قال. روح هناك. مهما كان ومهما قال انا كده كده مش هسمع كلامه.
ليه؟ لان بابا اللي هيجيب لي حقي او ماما اللي هتجيب لي حقي بس. خلاص كده؟ الكلام ده مهم جدا ونعمل بيه ونكون فاهمينه. احنا اتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده، لكن برضه بسبب الحادثه اللي احنا بنتكلم فيها دي مهم جدا نبقى فاهمينه ونفهم الناس. احنا او كولي امر تبقى فاهم ولادك ازاي وتتكلم معاهم في الموضوع ده ازاي. خلاص؟